بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن عندنا الدرس الخامس والعشرون، وهو أسماء الفصل وما يتعلق به وما يتعلق بالفصل باللغة السندية. زي ما أخبرتكم في الدرس السابق والدروس السابقة أيضا، أن هذا الدرس يعني الدرس الخامس والعشرين حيكون آخر درس لنا في الكلمات إن شاء الله، في الكلمات المفردة، عشان نجمع كلمات كثيرة vocabulary حتى تجينا المرحلة الثانية، وهي بعد هذا الدرس إن شاء الله. هنبدأ في مرحلة ثانية، وهي تطبيق هذه الكلمات في جمل صغيرة، حتى نستفيد أكثر ونتعلم زي ما تعلمنا حروف الهجاء باللغة السندية، زي ما تعلمنا الكلمات المفردة باللغة السندية. إن شاء الله في المرحلة التالية هنتعلم استخدام هذه الكلمات في المكان المناسب في جمل صغيرة إن شاء الله بإذن الله، حتى نستفيد أكثر، ويكون هذا يعني يودينا إلى النطق الصحيح والتعلم وتعليم التكلم باللغة السندية. نبدأ الدرس ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ الدرس أذكركم أن تعملوا سبسكرايب. الإخوة الذين لسه ما اشتركوا في القناة يعني يشتركوا في القناة، ويسووا لايك للفيديو، ويفعلوا زر الجرس، وكومنت وشير كمان، حتى يكون هذا العمل دعم لنا وتحفيز لمواصلة المشوار بإذن الله عز وجل. الدرس الخامس والعشرون، وهو عن الفصل وما يتعلق بالفصل باللغة السندية. كالكيوليتر وهو معروف كلمة إنجليزية، وكما تعودنا هناك كلمات كثيرة إنجليزية أيضا تستعمل في اللغة السندية، يعني آلة حاسبة. كالكيوليتر يعني آلة حاسبة. شناختي كارد بطاقة شخصية، أو فقط كارد البطاقة، يعني كارد البطاقة للطالب الذي تكون بطاقة المدرسة مثلا، فقط كارد. أما شناختي كارد فهي بطاقة شخصية النظامية. يعني إنش أي بوصة. ستاند بورد أي حامل السبورة اللي نعلق عليها السبورة. إذا نحن عندنا كثير في باكستان ما عندنا فصول مثلا في مدرسة، فيكون الفصل خارج الغرف أو في تحت الأشجار، فلازم نحتاج حامل السبورة للسبورة، فنقول ستاند بورد لحامل السبورة. مس أي حبر. تيلو أي حقيبة. مهر أو ستامب كلمة إنجليزية. مهر أو ستامب أي الختم. هول بنش الخرامة الملفات أو الأوراق. نقشو خريطة. ستابلر بن الدبابيس. ستابلر الدباسة. حاضري ريجستر دفتر الحضور. خط أي رسالة. بورد أي سبورة. تاب سوليوشن أي شطرطون أو شريط لاصق. أخبار أي صحيفة أو جريدة. كاوري أو جلو أي الصمغ.
पोस्ट टिकट أو टिकली, पोस्ट टिकट أو टिकली طابع البريد. टेबल أو मेज़, टेबल أو मेज़ أي الطاولة أو المكتب. चाक, चाक أي طباشير. डस्टर, डस्टर أي مساحة أو الطلاسة. क्लास, क्लास أي فصل. डिक्शनरी, डिक्शनरी القاموس أو المعجم. मेन्यू, मेन्यू أي القائمة. कहानी, कहानी أي قصة. بال पेन, بال पेन أي قلم جاف. يكون هناك قلم حبر وقلم جاف، هذا قلم جاف. إنك पेन أو मसवारी पेन أي قلم حبر. किताब, किताब أي किताब. बुक أو कॉपी, बुक أو कॉपी أي كراسة. ग्लोब, ग्लोब وهي كلمة إنجليزية كما هو المعروف، أي الكرة الأرضية، الكرة الأرضية الصغيرة هذه، خريطة الكرة الأرضية الصغيرة هذه اللي تكون في مكتب المدير أو مكتب المدرس. جلوب أي كرة أرضية. كرسي هو نفسه كرسي. गत्तो, गत्तो أي لوحة الكتابة. سليت, سليت أي لوحة حديدية، أول كنا نستعملها ونحن صغار، كان يجي قلم رصاص كذا صغير ونكتب على اللوحة الحديدية نتعلم الخط. سانشو، سانشو البراية أو مبراية. وايتو، وايتو بيض. मैगज़ीन, मैगज़ीन مجلة. पेनन जो पर्स, पेन जो पर्स أو पेनन जो पर्स أي محفظة الأقلام. चश्मे जो पाकेट أو डबी أي محفظة النظارة. डायरी, डायरी المذكرة أو المفكرة. पेंसिल, पेंसिल أي المرسمة أو قلم الرصاص. स्केल أو फुटपटी المسطرة. फाइल الملف. रबड़ المساحة أو ممحاة. डाइस المنصة. रंग الألوان. وهكذا انتهى درسنا الخامس والعشرون، وهو آخر درس كان لنا في تعليم الكلمات المفردة. وفي الأخير نذكركم مرة أخرى الذين لم يشتركوا الآن يشتركوا في القناة ويعملوا لايك ويفعلوا زر الجرس وكومنت وشير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نلتقي إن شاء الله في المرحلة التالية التي نستعمل فيها الكلمات هذه ونتعلم الجمل. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.